Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. ويست داي. تعال اقول لك ليه اوعى تخلي الوش الكيوت ده يضحك عليك، ان هي يا جماعه مش بالاشكال، ممكن يبقى شكله تخليك عايز تعيط من كتر جماله وعايز تاخده في حضنك كده تفعصه، بس اول ما تعرف ورا الوش الفظيع ده ايه هتبعد عنه على طول. ده حيوان اسمه الاستويد او القاقم بالعربي، ده حجمه وطوله قد كنز البيبسي ده، ولكن هو من اكلي اللحوم بالكامل، يعني هو ما بياكلش غير لحوم. معروفين ان هم بيصطادوا فريسه اكبر من حجمهم 10 اضعاف. لا والمصيبه ان هم بيعملوا كده بعضه واحده بس، هم ما بيتحاولوش يتعبوا نفسهم ولا يخزقوا عين، ولا هو عضه واحده بس بيعملوها بتقتل الفريسه في ثانيه. العضة دي كلهم عارفين مكانها، هي عضة في مؤخرة المخ دقيقة 100%، كل مرة تقتل الفريسة في ثانية. ده غير ان هما بيجروا بسرعات اكتر من 30 كيلو متر في الساعة، يعني سرعة سكوتر مثلا، وده اصلا جنان على كائن بالحجم ده. وحاسة الشم عندهم حاسة خارقة، والجنان في حاسة الشم عندهم هم اول ما يشموا ريحة الفريسة بيجروا وراها بالساعات ويطردوها، ما بيسيبوهاش في حالها، ما بيرحموش، دول ما بيرحموش، اللي شكلهم كيوت وحلو بس ما يرحموش. بص ده اصلا مكشر ازاي. لا والجنان في الموضوع بعد ما يلاقوا الفريسه بتاعتهم، بعد ما يدوروا عليها يقعدوا يرقصوا قدامها، انا ما بهزرش، بيقعدوا يرقصوا قدام الفريسه. والرقصه دي العلماء سموها برقصه الحرب، ان هي بتشل الفريسه لمده كام ثانيه، وفي الكام ثانيه دول بيقوموا جاريين بسرعتهم ويقطموا القطمه بتاعتهم ينهوا الفريسه. بس ما تنساش شكلهم الكيوت الصراحه، يفكروني بكائنات بشريه شعرهم طويل، يبقى شكلهم كيوت وبلاوي